بعد هالوصفة بأكد لك انه ما عاد رح تشتري لا كاتشب ولا صوص باربيكيو من السوق، ورح تسويهم بالبيت بمكونات كثير سهلة وطريقة اسهل. بيلزمنا للمكونات كيلو بندورة، ملعقة ونص معجون الطماطم، ملعقتين خل، ثوم وبصل بودرة، فلفل اسود، بابريكا وملح، واكيد 3 ملاعق سكر. منبلش عنا بطريقة التحضير. منقطع البندورة لأرباع، طبعا لازم تكون مغسلة كثير منيح ومنشفة. أنا هون ما رح قشر البندورة، رح تشوفوا كيف الطريقة. منحط الكيلو البندورة بطنجرة ومنشغل عليهن على نار هادي. طبعا ما منضيف بعدنا ولا أي شي عليهم. منخليهن لمدة 10 دقايق على نار هادي. رح تبلش تطلع مية البندورة ويستوي عنا المزيج. هون رح نضيفله رب البندورة ونتركه لمنه يغلي خليه يتعقد. ورح نبلش بالمكسر. بهاي الطريقة رح ننعمهم، ويلي عنده بلندر كمان ما في مشكلة. نتأكد كثير منيح انه ضربنا جميع المكونات على المكسر، ومنبلش بعملية التصفية. منجيب مصفاية ناعمة، منحط المزيج كله ومنصفيه، ومناخد فقط مية البندورة يلي صفيناها. طبعا هذا المزيج يلي ظل عنا بالمصفاية بنقدر نستخدمه بأي طبخة بيلزمها بندورة. بعد ما صفيناهن مننزل عليهن كمية السكر يلي عنا، ملعقة ونص خل، والبهارات يلي حطيناهن بأول الفيديو. منحركن ومنخليهن لمنه يغلي الخليط وتتجانس جميع البهارات مع البندورة. وبتاخد معنا العملية من 5 ل7 دقايق. هيك بيكون استوى الخليط. منحطلن شوية ملون غذائي، وفيكن ما تحطولن، طبعا هذا الشيء اختياري. وهيك بيكون عنا الكاتشب جاهز بالبيت. ولصوص الباربيكيو هلق رح تشوفوا الطريقة. طبعا رح نستخدم نفس الكاتشب اللي سويناه بطريقة عمل الباربيكيو. كاتشب لازم نسكبه ويتبرد. بعد ما يتبرد بيكون جاهز معنا للاستخدام. أما بالنسبة لصوص الباربيكيو فبيلزمنا الكاتشب اللي سويناه، دبس الرمان، عسل، السكر البني، فلفل أسود، البابريكا، ملح، الثوم والبصل البودرة. أول شي منحط الكاتشب، نرجع منحط عليه العسل، ومنضيف عليه السكر البني، منضيف عليه تقريبا ملعقة ونص دبس الرمان والبهارات يلي حكينا عنه. منبلش بعملية الخلط والتحريك لمنه يتجانس كمان الخليط معنا. بعد ما يبلش يغلي رح يتكاثف معنا المزيج ويصير عنا صوص الباربيكيو جاهز. منضيف عليه شوية صوص صويا ومنحرك المزيج، وهيك بيكون عنا صوص الباربيكيو جاهز. كمان بنفس الطريقة بنسكبه وبنتركه ليبرد. وصحتين وعافية. وللمزيد من الفيديوهات وأسرار الطبخ والمطاعم تابعوا قناتي، قناة الشيف عاصم غرز الدين.